اهلا وسهلا الكبيدات ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم وجدت معكم هذه الحريشه البلديه اللي كتجي اكثر من رائعه، نتمنى تجربوها. ندوزو للطريقه ديال التحضير. عندي هنايا الدقيق ديال الذره، تقدروا تشريوه من الهرير كيتباع في المحلات، اولا اللي عنده الذره يطحنها. هذه راه مطحونه جابتها ليا ماما الله يخليها ليا، وضفت عليها كاس ديال السميده ديال الحلوى وقبيصه ديال المليحه، ثم واحد المعلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، واللي ما عندوش الخميره الفوريه يضيف ديك الخميره اللي كتكون شويه معجنه. وبالنسبه للمكون الاساسي الزرارع، عندي معلقه صغيره ديال النافع البلدي، ومعلقه صغيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه صغيره ديال الكمون حبوب. كنغسلهم من بعد ما كنقيهم وكنضيفهم تما. والعسل هنايا عندي 3 المعالق كبار ديال العسل الحر، واللي ما عندوش العسل يقدر يضيف السنيده، يعني ماشي ضروري انكم ديروا العسل. وبالنسبه للناس اللي عندهم مرض السكر الله يشافيهم ما يديروش العسل. وغادي نبسبسو هاد المكونات بنصف كاس ديال زيت العود، زيت البلديه. غادي ندخلو مع نمزجو داكشي مزيان تيجي داكشي مرمل. باش كتجي الحرشه ناجحه خاص داكشي يتبسبس مزيان. بالنسبه لهاد الحرشه راه مفيده بزاف البنات وصحيه لوليداتكم، احسن من هذيك المعجنات وماكله ديال الزنقه، حيت ما فيها لا فورس لا والو. الذره صحيه ومفيده بزاف، وخصوصا الناس اللي كيكون عندهم هذاك المرض يعني سيرياليك اللي كياكلوا داكشي سون غلوتان، يعني مفيده اليوم بزاف بزاف. ثم راه انا غادي نضيف واحد المعلقه صغيره، قيمتي معلقه صغيره ديال الزهر. بالنسبه للبنات بغيت نقول لكم اللي ما بغاش يضيف الزهر يقدر ما يضيفوش، اللي ما كتعجبوش هذيك النكهه ويقدر يضيف الفاني، يعني على حساب نتوما والرغبه ديالكم. هنا كنجمعها بالحليب، كنجمع غير بصبيعاتي، يعني ما كنحاولش ندلكها ولا نعجنها ولا، غير بصبيعاتي. الحليب على حساب الكميه، يعني حتى تتشرب كتجي يعني خفيفه، يعني ما كتكونش قاصحه وما كتكونش جاريه بزاف. فاش كنسالي يعني كنخليها على جنب، وكنجيب المقله وهي بارده كندهنها بالزبده. اللي بغات دير المقله الثقيله حتى هي دهنها بالزبده، واللي ما بغاش دير المقله الثقيله تستعمل بحال هذه دهنها بالزبده. يعني الزبده ضروري في الاول كدهنوها بالزبده باش كتجي محمره. كندهنها بالزبده وكنرشها بالذره، عاده كنحط عليها ديك العجين. تبعوا غير المكونات والطريقه راه كتجي كتحمق البنات، نتمنى تجربوها. كيف ما كتشوفوا يعني كنحاول نوزع عليها هذيك الذره اللي رشيت، وهنايا كنحط هذاك العجين ديال الحرشه وكنبسطها في هذيك المقله، وانايا كنضغط عليها مزيان باش كتجي طبقه واحده، ما تجيش وحده عاليه وحده طالعه. وكنحاول الجنيبات كنقادهم معلقه صغيره، اولا تقدروا تقادوهم بسباتشيل. المهم هنايا درت الحرشه فوق البوطه على نار مهيله كيف ما كتشوفوا، وكنخليها يعني شي 10 دقائق وكنقلبها باش طيب على الجهه الاخرى. بالنسبه لهنا غادي نحاول نقلبها. هنا خديت غير هذاك المول اللي كيتحل من الجناب، خديت القاع ديالو غادي نحطو فوق المقله، واخا ما جانيش يعني قد ولكن هي راه ما كتهرس ما حتى شي حاجه، يعني كتقلبوها بسهوله. غادي نقلبها، واللي عنده هذاك الخشبه اللي باش كتقلب الحرشه، العود الطير، اولا تقدروا تاخذوا غير تبصيل، يعني اللي عندكم ماشي مشكل. هنا راه هو كيزلق شويه، ولكن دغيا كتقلب وكتجي سهله. هنا راه قلبتها وعاود دهنت المقله وغير رش عليها الذره، عاد غادي نعاود نحطها. وتا فاش كتحط راه كتحط بسهوله. وها نتوما كيف ما كتشوفوا منين طابت كتجي رائعه رائعه بمعنى الكلمه. وتقدروا تضيفوا ليها العسل او الزبده بلديه من الفوق. نتمنى تجربوها وتردوا عليا بميساجات ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو الماكسيموم باش ديما نحط لكم وصفات زوينه وسهله ومتنوعه. وراه كنموت عليكم الكبيدات ديالي. مع السلامه.